مميزات غيرك مش عيوب فيك، ولو فعلا شايفها مميزات فلازم تتعلم منه وتتغير. أنا عارف إن التغيير صعب، لكن عمرك ما هتتغير في نفس المكان اللي انت مرتاح فيه آخر راحة. أول النضج والوعي إنك تبعد عن الناس أصحاب الطاقة السلبية، ودول موجودين ومش هتعرف تنكر وجودهم. لو قادر تكون إنسان كويس بلاش تبقى إنسان وحش، بلاش تعمل ده باختيارك، الخسارة هتبقى مضاعفة. ولما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب جديد بلاش تدخله تعمل فيه نفس الأخطاء القديمة، مفيش جديد هيحصل. اهدى كده وخد نفس عميق وجدد نيتك. جدد نيتك لأن مش هينفع تفضل عايش في الماضي. استعد للمستقبل لأن انت كل يوم بيعدي عليك لازم تكون مستعد للي جاي. الناس في حياتنا بيجوا ويمشوا، واحنا كمان في حياة الناس. مفيش حد دائم ومفيش حد موقع معاك عقد مدى الحياة، لكن ما ينفعش تقع في كل مرة حاجة زي دي تحصل. وأخيرا لو حسيت في أي وقت من الأوقات إنك عاوز تبكي، ابكي، أرجوك ابكي. بص لده على إنه إحساس ربنا سبحانه وتعالى خلقه فيك، شعور كويس وطريقة من طرق التفريغ. لازم تبص لها كده، وأفضل مكان تعمل فيه ده مع ربنا سبحانه وتعالى. اعمل ده بكل طاقتك وبلاش تكتم جواك. اعمل ده لأن ده مش هيقلل منك، بل بالعكس هينضفك من جوه، وكمان هيطهرك وهيثبت لك إنك عارف طريقك. سلام.